للاسف صوص الشوكولاته بقى غالي جدا، وعامه كل صوصات الحلويات سواء شوكولاته او كراميل او اي صوص بقى غالي جدا. احنا نقدر نعمله بابسط المكونات وبطريقه سهله جدا ومفيش وقت، يعني 5 دقايق هيكون جاهز معانا احلى صوص شوكولاته بمكونات سهله وبسيطه ومش مكلفه زي ما هنشتريه، وكمان مضمون، وكمان نعمل كميه كبيره. يلا نصلي على الرسول ونسمي الله، واقول لكم هنعمل ازاي صوص شوكولاته حلو جدا ينفع للحلويات وينفع للاكل كمان. معايا كوبايه من اللبن، معايا نص كوبايه من السكر البودر، ومعايا نص كوبايه من اللبن البودر، ومعايا كمان نص كوبايه من الكاكاو. وكل المكونات دي هضربها بقى ضربه كويسه كده مع بعضها. والكاكاو لو مش خام قوي خليه كوبايه احسن عشان يكون تقيل كده معانا، واحنا نقدر نتحكم بقى في تقله وفي سمكه بعد كده. يبقى كوبايه من اللبن، كوبايه من الكاكاو، نص كوبايه سكر بودر، ونص كوبايه لبن بودر. هخلط المكونات دي مع بعضها كلها كويس جدا، نضربها كده ضربه حلوه قوي في الكبه او في الخلاط، مفيش مشكله. لو ملاحظين انا محطتش زيوت خالص. لو تحبوا ان الصوص كده يكون فيه لمعه حلوه ممكن نزود زيت، معلقتين زيت كده ولا حاجه، هيدونا برضو لمعه، وهيكونوا يعني لذاذ وشكلهم لطيف جدا في الصوص. بعد بقى ما ضربت المكونات كده زي ما احنا شايفين، انا لاحظت ان الصوص بتاعي تقيل شويه، فنقدر ان احنا نخففه بكل سهوله، نتحكم فيه سواء تقيل او خفيف مفيش مشكله خالص. انا زودت هنا زي ما احنا شايفين كده لبن علشان اخفف الصوص بتاعي. في ناس ممكن تزوده على فكره بقشطه معلبه، ممكن عادي مفيش مشكله، او حليب مكثف محلى. بس عشان ما نكلفش نفسنا ممكن بس معلقتين لبن كده هيكفوا بالغرض، وهيدينا السمك اللي احنا حابينه. ضربته بقى كويس جدا بعد ما ضفت معلقتين اللبن دول. شايفين بقى شكل الصوص عامل ازاي؟ وزي ما قلت لكم انا ما استخدمتش زيت خالص، يعني اللمعه والجمال ده كله من غير اي مواد دهنيه. وزي ما احنا شايفين السمك بتاعه وبيتقل، يعني كل ما بنسيبه شويه بيتقل، فينفع جدا يكون شوكولاته سبريد على العيش كده بدل النوتيلا، هيبقى برضو لذيذ. ممكن تدوله ريحة البندق لو انتوا عاوزين تستعملوه شوكولاتة سبريد كده ويكون بطعم البندق زي النوتيلا، هيبقى برضو لذيذ جدا. هنا بقى هنعبيه في برطمان في اي حاجة عندنا علشان يكون معانا ونستخدمه في اي وقت احنا حابينه. زي ما احنا شايفين السمك بتاعه عامل ازاي. زي ما قلت لكم ممكن تتقلوه، ممكن تخففوه، بأبسط مكونات ومقادير ووقت قدرنا نعمل صوص شوكولاتة بكمية كبيرة ومكونات بسيطة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب، واستناكم فيديو جاي على خير من أكلة ماما. بحبكم، سلام.